خصوصا رسوم الكاريكاتير أو الكاريكاتور توصل بشكل مباشر وسريع. فمن ميسان الفنان صباح الشغاتي أقام معرض لهذا النوع من الفن في اتحاد الأدباء. تابع الرسالة لإعادة الزميل أحمد السدخان. المشاهدين واهلا وسهلا بكم معنا، وهذه الرساله التي تاتيكم من محافظه ميسان عبر قناه الفرات، والتي سنسلط الضوء فيها على معرض فني اقامه اتحاد الادباء والكتاب في ميسان. كونوا معنا وهذا المعرض. عشرون رسم لفن الكاريكاتير وعلى قاعة اتحاد أدباء وكتاب محافظة ميسان. أقمت هذا المعرض التشكيلي الكاريكاتيري الرابع. حقيقة هو جاء باسم مواجهة الفساد المالي والإداري. هذه الرسومات العشرون هي رسالة لأصحاب القرار، هي رسالة لكل الناس المعنيين من الحكومات العراقية المتعاقبة والقادمة، أنه الفساد المالي والإداري بدأ ينهش في جسد العراق والعراقيين ويقع بظلاله على الناس الفقراء وعلى البنى التحتية العراقية. رغم من أن الفن يشكل لحظة جمالية مستوعبة ومستنطقة في روح الفنان التشكيلي، وقام اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان هذا اليوم معرضا تشكيليا يعبر عن صرخة الفنان المبدع صباح شغيث، وهو يرى المعاناة الكبيرة التي يعانيها الإنسان العراقي في ظل التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. لذلك كانت هذه اللوحات معبرة تعبيرا واضحا وصريحا عن مدى المعاناة التي وقعت على الإنسان العراقي. الفن ليس اليوم هو له أهمية كبيرة في المجتمع وبناء المجتمع، وإنما الفن هو الرسالة الأولى للإنسانية، لأنه يعكس بالتمام صورة المجتمعات. أي مجتمع يتطور فيه الفن ويثبت حضوره، فهذا هو يدل على أن الشعب أو المجتمعات هي مجتمعات حية قادرة على صنع الجمال، والفن هو الجمال. لذلك فإن من الضروري الاهتمام بالفن والفنانين والمبدعين من قبل الجهات الدولة في كل زمان ومكان. هذا المعرض يشكل ظاهرة نوعية تعنى بالفن وتعنى بالثقافة عموما في جميع مفاصل المدينة، لا سيما وأن محافظة ميسان تشهد مثل هذه الأنشطة. وما هذا المعرض إلا إضافة نوعية، ذلك لأن فن الكاريكاتير يشكل أس التلقي بصورته الجمعية ما بين المتلقي البسيط وما بين الفن بروحيته المعاصرة. كنا وإياكم أحبتي المشاهدين ومعرض رسوم الكاريكاتير الذي أقامه اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان، على أمل أن نلتقيكم ورسالة أخرى قادمة من محافظة ميسان. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى الزملاء في الاستوديو. وأشكر متابعتكم بصوت عراقي. عمار جبار مخرج حلقتنا لهذا اليوم، محمد الحسن بالإعداد، تحياتي علي أسعد الغزي واستوديو البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله.